لله درها ولله درهم من رجال. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يصنعون حاضر الأمة ويؤسسون مداميك مستقبلها، ولا نامت أعين الجبناء. أيها الإخوة الكرام، أقبل بايدن إلى المنطقة ببوارجه وأساطيله محذرا ومتوعدا قائلا: أيها الحكام، أليس لي قيادة العالم وأنتم تحكمون من تحتي؟ قالوا: نعم، ما علمنا لنا من حاكم غيرك. قال: إذن اخرسوا ولا تتكلموا إن كنتم على كراسيكم لحريصون. قالوا: سمعا وطاعة يا مولانا، فرضاك عنه وأكبر أمانينا. فأشار بايدن بيده تجاه غزة وقال كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا على استئصالهم لعازمون. فقال الحكام: هم كذلك يا مولانا، اعمل ما تراه، فنحن لهم مبغضون ولأعمالهم كارهون، ورب موسى وهارون إنا لصادقون. فقال نتنياهو كما قال سحرة فرعون: بعزة بايدن إنا لنحن الغالبون ول7 أكتوبر لثائرون. فصح حكام المنطقة: يا أهل غزة اللطيمة إنا لكم لناصحون، فلا طاقة لكم اليوم ببايدن وجنوده، وإنكم لمدركون وإنهم لكم لقاصفون وعلى إبادتكم مجتمعون، فأخرجوا المقاومة من بينكم إنهم أناس يتحررون وللأقصى مطالبون. فقالت غزة: وما أدراك ما غزة؟ قالت بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: كلا أيها المرجفون، إن معي ربي سيهدين، وإنا بعون الله لمنتصرون، ولكنكم قوم تجهلون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله أقوى من هدير سلاحهم، أنعم برب العالمين وكيلا، وسيعلم الباغي مغبة مكره، ولسوف يعلم من أضل سبيلا. شكرا غزة، لأنك أذليت جيشا قالوا لنا عنه أنه لا يهزم. لقد هدمت صنما من خوف نحتوه في قلوبنا بإتقان، فرأينا أن هذا الجيش نمر من ورق يقتل ويؤسر. شكرا لكتائب العز فيك، أعادت إلينا أمجاد الأبطال الأوائل. شكرا للقلة المؤمنة تذكرنا بدرا، وللنفير رغم القرح يذكرنا حمراء الأسد، وللقتال من مسافة صفر تذكرنا يوم اليمامة، وللشهادة تذكرنا بيعة عكرمة على الموت في اليرموك، وللثبات يذكرنا الصحابة يوم القادسية. شكرا غزة، إذ تشرحي لنا سورة الأنفال على طريقتك، فعرفنا أن ترتيل الآيات شيء والعمل بها شيء آخر. شكرا لأطفالك، ما كنا نعرف قبل اليوم أن الصغار يمكن أن يصبحوا رجالا قبل أوانهم، وأن السيوف تسقلها النار. كيف ربيتموهم بهذه الطريقة التي جعلتنا نستصغر أنفسنا أمامهم؟ شكرا لنسائك، لقد أعدنا إلينا بطولات أم عمارة وصولات رفيدة وتضحيات الخنساء تدفن أولادها وتسأل الله أن يتقبل منها قربانها. شكرا لعجائزك، لقد شرحنا لنا كتب العقيدة الطوال في مقاطع المصورة لا تتعدى الدقيقة. ما أجمل حين تتحول العقيدة من حبر على الورق إلى دم يجري في العروق. شكرا لشيوخك، يدفنون أولادهم وأحفادهم فلا تكسرهم الجنائز ولا تثنيهم الأشلاء، لسان حالهم قبل مقالهم. اللهم خذ من دمنا حتى ترضى.
شكرا لأطبائك، شكرا لممرضيك، كانت تصلهم جثث أحبابهم فلا تلفتهم عن جراح الناس. شكرا للذي أعد الكتائب، وللذي هيأ الركائب، وللذي عقد خضر العصائب. شكرا للملثم، صوت من نار وبارود. شكرا لكم جميعا أهل غزة، من نعم الله علينا أنكم فينا. يا عمرو يا ابن العاص قل لمعاوية: لا مصر مصر ولا دمشق كما هي، الدين أصبح سلعة لا تشترى وهي التي بالأمس كانت غالية. القدس يشكو من ضياع مهابة والناس في حفل المصالح لاهية. أعداء دين الله تحكم أرضنا وكلابهم بين الشوارع عاوية. كل الحروف من الخريطة غادرت، كل الحروف من الخريطة غادرت، لم تبق إلا غزة فهي الباقية، لم تبق إلا غزة فهي الباقية. أين الصحابة؟